عزفت الموسيقات السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد لله على سلامة رجال قواتنا المسلحة. الدولة المصرية ومؤسسة القيادة العامة للقوات المسلحة أداروا أزمة احتجاز الجنود في السودان بمنتهى القوة والحكمة والعظمة. إرادة سياسية وقرار عسكري كان ينتظر القرار السياسي. هذا ما كان خلف الكواليس خلال الأيام السابقة لاحتجاز الجنود المصريين المتواجدين في السودان أثناء بدء العمليات العسكرية ما بين الجيش السوداني والدعم وقوات الدعم العسكري. كل التحية والإجلال والتكبير لرجال القوات المسلحة وللقيادة السياسية على إدارتها لتلك الأزمة العاجلة بهدوء وبحكمة وبقوة للقرار السيادي المصري، القرار الاستراتيجي المصري. مصر بتفرح النهاردة بعودة أبنائها من السودان سالمين غانمين، لم ينقص منهم أحد. بالأمس كان أحد للأسف الشديد المصريين المتواجدين معانا هنا بكل جهل بكل إسفاف وصف الجيش المصري بأنه هو جيش البسكوت، بكل إسفاف بكل جهل. شاءت قدرة الله عز وجل وإرادة الله أن يتم الرد عليه عملي، وأن القيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة السياسية تتوصل لعودة أبنائنا في اليوم التالي لاتهامه بهذا القذارة والانحطاط الأخلاقي. وقت الأزمات أي معارضة تعتبر خيانة، وقت الأزمات وهي وقت حرب كل معارضة تعتبر خيانة. وهنا يسوقنا موضوع مهم جدا. في ليبيا كان القطب الوفد العظيم معالي المستشار ممتاز نصار موجود في ليبيا، فتهكم الأخ العقيد معمر القذافي على الرئيس السادات، وكانت في مشاكل ما بين ممتاز نصار معالي المستشار الجليل وما بين رئيس السادات. وقف المستشار ممتاز نصار وقال كلنا السادات، كلنا السادات. وقف لمعمر القذافي وقال كله، طبعا مع الفرق في التشبيه اللي قال امس ده جيش البسكوت، وما بين معالي المستشار ممتاز نصار من حيث العقليه والثقافه والتعليم. ولكن ده مثال على حالات من حالات الانحطاط اللي موجوده. حمى الله مصر، حمى الله القوات المسلحه، حمى الله الجيش. يوم احتجاز القوات المسلحه، وده اللي احنا رجال القوات المسلحه، وده اللي احنا بنتكلم فيه، نزل منشور من الاستاذ محمد عيد عبد الجواد برضه عضو مجلس النواب بتوفير كحك العيد. والله توفير كحك العيد. وده اللي بيودينا ان لازم يكون النائب سياسي، مش النائب كحك عيد وفرش مساجد. طب والله العظيم يوم اختطاف الجنود محمد عيد عبد الجواد منزل ان كحك العيد متوفر في بيروت. ما سمعناش حرف ولا متابعه ولا الكلام ده. مش مطلوب منه ان هو يسافر السودان بالمناسبه، لا، بس على الاقل يعني يكون في حنكه سياسيه ما بين المواطن المصري عديم القدره على التفكير وما بين عضو مجلس النواب بتاع الكحك والبسكوت. أدارت الدولة المصرية بقيادتها السياسية وقيادتها العسكرية أزمة احتجاز الجنود بكل اقتدار وبكل شجاعة وبكل احترافية. مصر قادرة على إدارة أزمة. مصر العظيمة القوية تتبرأ من هذا المواطن الذي اتهم جيشه وتهكم عليه. موجود بس يتكلم خلف الكواليس، لأنه لا يجرؤ على الكلام العلني. هذا لا يجرؤ.
كل التحية والإجلال والتقدير. مصر مش جيش جيش بسكوت خالص، ومصر مش هي بتوفر الكحك والبيتيفور. مصر العظيمة، مصر المؤمنة، مصر القادرة عسكريا على ردع كل من تتسول له نفسه الإضرار بالأمن القومي المصري. السيد الرئيس في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن أن السودان أيضا خط أحمر للأمن القومي المصري. السودان خط أحمر للأمن القومي المصري. استراتيجية وسياسة الدولة المصرية تعلم تماما هي رايحة فين. طبعا كان طلع بعد المناوشات الإعلامية الجنود في وضع الأسرى، أزمة تلاحق القيادة المصرية. الحمد لله يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحمد لله على سلامة أبطالنا، الحمد لله على سلامة رجال القوات المسلحة. كل التحية والإجلال والتقدير للقيادة السياسية وللقيادة العسكرية ولكل رجال قواتنا المسلحة من جندي إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة. مصر قادرة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.